ناس كتير حواليا طلبوا مني ان انا اعمل فيديو عن الحنفية ديت وقد ايه ان هي حلوة فعلا زي ما بنشوفها في الفيديوهات ولا لا. مبدئيا هو ده الفيديو. الحنفية بتتركب في اي حمام او مطبخ، وده بيكون شكلها وان هي بتتحرك يمين وشمال معايا. الحنفية دي بتنفع للناس اللي هم بيواجهوا مشكلة ان الحنفية قصيرة، ولما بييجوا يغسلوا مثلا ايديهم بيخبطوا في الحوض، او الناس اللي عندها اطفال وحابة ان هي تقدم المية قدام شوية عشان يعرفوا يغسلوا ايديهم وما تكونش بعيدة عنهم. مبدئيا هو ده شكل الحنفية. انا فتحتها، الخامة بتاعتها كويسة مش وحشة. عايزة اقول لكم ان المنتج ده طبعا صيني. طبعا الصين بتقدم لنا اختراعات، في منها اكيد الحلو اللي ينفع معانا وفي منها اللي ما ينفعش معانا. انا هجربها عملي معاكم واقول لكم اذا كانت هي فعلا نفعت معايا ولا لا. هو ده شكلها وبتتحرك معايا بطريقة كويسة وسهلة. تعالوا بقى هوريها لكم على الطبيعة. انا ركبتها عندي، دي بيجي معاها الجلب ديت علشان طبعا عشان نعرف نركبها بيها يعني. انا كان عندي الدش دوت، بس الفكره ان انا كنت محتاجاها علشان انا عندي اطفال، فببقى محتاجه حاجه تكون قريبه منهم يقدروا ان هم يغسلوا ايديهم كويس. تمام. فشلت الدش بتاعي وركبت الحنفيه ديت. عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا. هي ليها سرعتين، يعني ليها شكلين من المايه، الشكل ده والشكل التاني الدش. بتتحرك معايا بطريقه زي ما انتم شايفين. لا حلوه يعني، عجبتني جدا. هتنفع للناس زي ما انا قلت، الناس حنفيات بتاعتها قصيرة او اللي عندهم اطفال. وارشح ان لو حد فعلا محتاجها وهتحل له مشكلة، لا يجيبها، هي حلوة جدا وانا بقالي فترة بستخدمها وكويسة جدا جدا معايا يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تشيروه للناس اللي بتواجه مشاكل او الناس اللي تقدر تستفاد من الفكرة ديت لو هتحللها يعني اي مشاكل. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وانا كنت مشترية المنتج ده من صفحة من على النت، لو حد حابب يعرف الصفحة ممكن يقدر يكتب لي وانا ابعت له الصفحة يعني. ولو حابين او عندكم منتج مثلا حابين ان انا اعمل عنه ريفيو واجربه، يا ريت تمنشنوني تحت في الكومنتات تقولوا لي ايه المنتج اللي انتوا حابين ان انا اتكلم عنه المرة الجاية. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.